عطشان مش قادر، كلمة بنسمعها كتير في نهار رمضان. تعالى اقول لكم هنعمل ايه وازاي نتغلب على العطش في نهار رمضان. افتحي لي حاجه اشربها بسرعه. معاكم ايمان الجندي، مدرس خبير تربية رياضية واخصائي تغذية علاجية سمنة ونحافة ورياضيين وحوامل واطفال وذوي امراض مزمنة. جايب ازازة كبيرة مليانة مية على السحور. ايه يا عم ده؟ هو انت هتخزن المية زي الجمل؟ صورة بنشوفها في كتير من بيوتنا، بس من اكتر المعلومات المغلوطة اللي مش بتفيد، لا دي كمان بتضر. تعالوا اقول لكم ازاي. كل واحد فينا ليه كمية المية اللي بتوفي الوظائف الحيوية بتاعته، 2 لتر 3 لتر او اكتر، كل واحد حسب وزنه. طب ينفع اشربها كلها مرة واحدة؟ لا طبعا. كل اللي هيحصل اني هعمل لود على الكلى اللي هتفضل تشتغل علشان تفلتر الدم وتحافظ على نسبة تركيز السالس والمينرالز في الدم. هتفضل تدخل الحمام لغاية ما كمية المية دي كلها تخرج من جسمك، وده يمكن حتى قبل ما تروح شغلك الصبح. الخبر الوحش بقى إنها مش هتخرج لوحدها، هتخرج ومعاها حبة من المينرالز من اللي بتساعدك على مقاومة العطش في نهار رمضان. طب إيه الحل؟ شوف يا سيدي، معاك كوباية لكوبايتين مية بالكتير، تشربهم في المرة الواحدة كل ساعة بين الفطار والسحور. كمان هنهتم زيادة شوية بالخضار والفاكهة اللي فيهم مية، ناكلهم على السحور زي الخيار والخس والطماطم والفلفل، بطيخ، خوخ، كنتالوب، برتقال. وابعد عن الحاجات الحادقة اللي بتسبب العطش في نهار رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وافتكروني بدعوة حلوة.